هي ديالنا كتجي من ايطاليا 100% صنع ايطالي. وعندنا واحد التنوع ديال منتوجات بوليكربونات، يعني بلاستيك بالعاميه. وكاين الاشاره الضوئيه الالومنيوم. هذا الالومنيوم اللي هو جديد، هو ان هذا الالومنيوم اللي عندنا نقدروا نديروا واحد ليدونتيتي فيزيوال ديال المدينه، يعني نعطي واحد الخصوصيه. هذا جبتو كموديل، فكرت في بركان الليمون، اذا نقدروا نديروا المراج، نقدروا نديروا الدار البيضاء، نقدروا نديروا المهم يد العامله كتشتغل في هذا الميزان. يد العامله اللي غتكون كتكون مختصه في الميدان، لان ماشي كتكون مؤهله. اولا كيكون مهندس تقني بطبيعه الحال. الناس ديال الورش راه كيكونوا غودي، يعني كيخصو يكونوا مولفين على الخدمه، لان ماشي خدمه اللي هي اعتياديه، لان كل نقطه كتكون عندنا فيها واحد طريقه العمل، يعني ماشي نفس العمل دائما. حنا مقبلين على بطبيعه الحال كاس العالم وكاس العالم، وانتم جاهزين بطبيعه الحال باش نقدروا نعطيو واحد ليدونتيتي فيزيوال ديال ماروك في التشوير الطرقي. راه نقدر نوريه لكم، كان في يديا دابا نوريه لك، يعني بالرايه الوطنيه. يعني نقدروا نديروا هذه الفكره هذه خاصه قرب الملاعب. امتى بدات هذه الشركه هذه والضمانات اللي عندها؟ انا عندي 28 سنه في المهنه، يعني من نهار خدمت في التشوير الطرقي. الشركه عندها 12 عام لانني خدمت في الشركه اولى. وعندنا صندوق التحكم، راه طورتوا هذا الميدان بطبيعه الحال، حيت صندوق التحكم راه 30 سنه وحنا كنخدموا به. راه كاين في موريتانيا، كاين في مالي، خدمنا في باماكو، كاينين عندي تما الشركاء. والشركه ديالنا الموريتانيه راه معنا. كنشوفوا ضيوف هنا حاضرين معكم، تكلم لينا عليهم. كاينين ضيوف الزبناء، كاينه هذه السيده هذه راه زبونه من موريتانيا اللي هي وفيه للشركه. كنظن انها تقدر هي تعطيكم واحد الشهاده على الشركه ديالنا. تعاملت مع شركه اردس سنه 2018 اول مره، ومن 2018 عندنا شراكه الى يومنا هذا. حضرت 3 معارض مع الشركه، ومستوى المعامله فوق التصور اللي كان عندي في البدايه. ممتاز جدا، ممتاز من ناحيه الخدمه والاخلاص بالمعاملات. واخا ما نكون شي في المغرب، راه حال بحال، واخا نكون موريتانيا راه خدمات موجوده، ولا موريتانيا معامله فيها ثقه ومعقول صراحه. ما كاينش هذا اللي قلت لكم، يعني باش تشوفوا يعني اللي نقدروا نديروا بور لو ماروك تشوير طرقي، وفي نفس الوقت رايه وطنيه ماروكان. فكره ممتازه هذا من بين الامور اللي نقدروا نخدموا عليها ان شاء الله. رسالتكم المغرب كامل. المغرب اسيدي، اولا كنحيي المغاربه لانه على حساب هادشي اللي شفت. الحمد لله حنا مغاربه وناس كنخدموا وكنعملوا. كنتمنى ان بطبيعه الحال المقاولين يحبوا بلادهم، يخدموا من اجل الوطن. المغرب تطور الحمد لله، ولكن بفضل الرجال ديال المغرب. وكنتمنى ان المغرب يزيد لقدام اكثر من سميتو، والله ينصر صاحب الجلاله الملك محمد السادس، لانه هو الدعامه الرئيسي ديال هذه البلاد، خاصه التنميه البشريه. التنميه البشريه راه مغزى كبير وكبير جدا. راه في تنميه محليه، تنميه وطنيه الى اخره. وكنشكركم على هذه الالتفاته للشركه ديالنا ولهذا الميدان الخاص اللي هو سلامه طرقيه، قانون السير، بزاف ديال الامور. يعني راه حنا كنخدموا على السلامه الطرقيه وعلى قوانين، ماشي على واحد الالوان والزواق، لا، قانون من الدرجه الاولى.